بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: يوشع براور وكتاب الاستيطان الصليبي في فلسطين مملكة بيت المقدس. هذا هو كتاب ترجمة دكتور عبد الحافظ البنا، التلميذ الخلوق والنجيب لدكتور قاسم. طبعة الأولى عام 2001، أي منذ قرابة ربع القرن. احتوى الكتاب الفصل الأول عاشية الحروب الصليبية، ثم الثاني الحملة الصليبية الأولى، الثالث الغزو الصليبي وتأسيس الكيان الصليبي، الفصل الرابع مملكة بيت المقدس الصليبية طبيعتها واتجاهاتها، الفصل الخامس الشعوب التي سكنت المناطق الصليبية في بلاد الشام وفلسطين، السادس الغزاة الصليبيين والتقسيم الطبقي للمجتمع الصليبي، السابع التاج الملكي وسلطة الملك الصليبي، الثامن آلية الحكومة الصليبية، التاسع الإدارة الصليبية المحلية، العاشر الكنيسة، الحادي عشر أعمال الحج والحجاج والمزارات المقدسة في فلسطين، الثاني عشر كنائس الشرقية، الفصل الثالث عشر اليهود، الفصل الرابع عشر الهيئات الدينية العسكرية الإسبرية الدولية تيتون، الخامس عشر أسلحة الحرب والتحصينات الصليبية، السادس عشر الحياة الاقتصادية والتجارة، الفصل السابع عشر الفنون الصليبية، تراث الفترة الصليبية، الحصاد. هذا العمل يذكر لدكتور عبد الحافظ البنا أنه قام بترجمة هذا العمل الرئيسي. هذا هو العمل الرئيسي لبراور. نلاحظ أنه خصص فصلا كبيرا عن اليهود في 25 صفحة، بينما دورهم كان أقل من هذا، فهو يقع في نفس المحظور الذي وقع فيه المرحوم الإسرائيليون في المبالغة في دور اليهود. نأتي إلى بعض الزوايا التي يتحدث عنها. يقول براور عن صلاح الدين: تولى صلاح الدين الأيوبي حكم مصر في عام 1169 في أعقاب محاولات الصليبيين المتقطعة والعابرة للهجوم على مصر، تلك المحاولات التي كانت بغرض الدعاية وليست مشروعا عسكريا. هذا الكلام يخالف ألف باء الواقع. الصليبيون كان لديهم المشروع العسكري، ولم يتوقفوا عن محاولة ضم مصر إلى أملاك في بلاد الشام من خلال فكرة السيرو إيجيبت، الشام مصر. فهذه نقطة رئيسية. يقول: وهكذا فإن صلاح الدين كان قائدا متوسط البراعة والمقدرة العسكرية. هذا كلام غير علمي. ومعركة حطين، وهي معركة decisive battle in history، تؤكد براعته في استدراج الصليبيين مع وجود توفيق إلهي في ترك الصليبيين معسكرهم في عين صفورية واتجاه قطعين 30 كيلو والوصول إلى لوبية غرب حيل الطبري. يقول: تتجلى عظمة وقوة صلاح الدين في قيادته العليا للقلوب والقدرة على استقطابها وإخلاص رجاله له. هذا كلام غير علمي. إخلاص رجاله له، هذا إفقاد القضية من مضمونها الديني. إخلاص رجاله لفكرة الجهاد الإسلامي. نحن لا نتعامل مع زعيم عصابة. أرجو الانتباه لهذا الكلام. يقول: لقد كان الوقت خير عون لصلاح الدين. هذا كلام غير علمي. الوقت مجردا هكذا ليس له دور، إنما صلاح الدين استغل الوقت أحسن استغلال لتحقيق أهدافه. يقول: فإن الهجرة إلى المملكة اللاتينية تباطأ إيقاعها بعد انتهاء أحداث الحملة الصليبية الثانية، وعانت المملكة اللاتينية من نقص السكان الحاد، وكان التراجع في عدد السكان شيئا متوقعا وأمرا مسلما به، فقد كان يصاحب كل حملة عسكرية تحرك عدد من القوات المهمة والمتاحة. كانت المعركة الخاسرة للصليبيين تسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى وسط الجيش الصليبي وتلحق التدمير والخراب بالمملكة اللاتينية. حرص المؤرخون الغربيون وبراور امتداد لهم على توضيح جزئية نقص العنصر البشري كعنصر ضعف لدى الصليبيين في مواجهة الكثافة السكانية الإسلامية. قضية لا تحسب هكذا، وإنما فكرة الجهاد الإسلامي وإعداد الأمة للجهاد، ثم أن الصليبيين أقاموا القلاع والحصون.
كي يثبتوا أقدامهم في المنطقة، فحرصوا على علاج هذه النقطة. ثم عندما يتناول موضوع حملة إرناط الغادرة على الحجاز يقول: وقد تأكدت هذه الحقيقة من خلال محاولات الصليبيين الناجحة لاجتياز سيناء وغزو الحدود الشرقية لمصر، أو من خلال المغامرات العسكرية الطائشة التي قام بها الأمير الصليبي رينو دي شاتيون إرناط حاكم الكرك في البحر الأحمر 1230 بقصد الوصول إلى مكة والمدينة ونهب الأماكن المغربية. هذا كلام غير علمي. فكرة أنه كان يريد الوصول إلى مكة فكرة موهومة غير صحيحة على الإطلاق. لماذا؟ هو أصلا لم يتمكن من الوصول إلى المدينة المنورة. المسافة من المدينة إلى مكة 500 كيلو، فهل كان يستطيع أن يقطع هذه المسافة دون أن يواجه معارضة أيوبية، مقاومة أيوبية؟ طبعا برنارد هامilton، وهذا مؤرخ بريطاني متعصب وهو أستاذ إسحاق بيد، وأنا تناقشت مع دكتور إسحاق في هذه الجزئية، يعتبر حملة إرناط الحجاز انيشيتيف، مبادرة. أية مبادرة؟ هذا دليل على التعصب المريض والحمق، وسوف يدفع إرناط ثمنا فادحا لها في 4 يوليو 1987. وأدرك صلاح الدين خطورة هذا الفارس أكثر من أي فترة وقت مضى، لأن هذه الحملة 1083 بعدها ب4 سنوات كان اللقاء في حطين وقتل صلاح الدين لهذا الفارس الصليبي المتعصب المتهور. ففكرة مكة غير واردة. طبعا برنارد هامilton يسميه elephant of Jesus Christ، الفيل السيد المسيح، على أساس أنه يقابل إبراه الأشرم وحملته على الحجاز، وهذه دعاية مريضة. نجد أنه عندما يتناول دخول صلاح الدين لبيت المقدس يعمل على إيجاز هذا العرض، رغم أن هذا حدث محوري للغاية، فهو يضعف الإبراز أو يقلل إبراز هذا الموضوع. فيقول: واستولى صلاح الدين على مدينة بيت المقدس في 2 أكتوبر 1987 بعد 88 عاما احتل الصليبيين لها في 1999. واستمرت بعض الجيوب العسكرية الصليبية الصغيرة تقاوم صلاح الدين في جليل. في سطرين فقط يتناول هذا الأمر، وهو زلزال كبير. وخطورة هذا الحدث أن صلاح الدين دخل بيت المقدس سلما ولم يرق قطرة دماء صليبية واحدة، فاستحق انبهار المؤرخين به وإعجاب حتى الصليبيين. فانظر، فهو في الإنجازات الإسلامية يختصر الحديث، وعند الصليبيين عند اليهود يخصص لهم فصلا يبلغ 25 صفحة. يقول: يقع في خطأ فادح. أنا أتعجب كيف هذا المؤرخ الذي الإسرائيليون جعلوه في القمة يقول إن فرض الصليبيون الحصار على عكا 3 سنوات. هذا كلام صحيح، الحصار استمر 2 سنين فقط. أنا لا أعرف كيف يأتي بحصار يكون من 1189 1192. هذا كلام صحيح. سقطت في 20 أغسطس 1191. فكيف 1192 صلح الرملة؟ هناك سنة ما بين سقوط عكا وبين صلح الرملة. ويقول: وواصل ريتشارد قلب أسد زحفه صوب الجنوب بمثابرة وشجاعة. أية شجاعة! أحيانا المصادر العربية كانت تذكر شجاعة ريتشارد، لكن علينا الحذر من امتداح هذه القيادات الصليبية. اللص شجاع. أية شجاعة! هذا الوصف لم يذكره عن صلاح الدين، إنما يذكره عن الصليبيين. وريتشارد ملك إنجليزي محدود ومغمور. من الذي أعطاه المكانة؟ أنه اصطدم بصلاح الدين دون أن يواجهه طبعا وجها لوجه. كان حصاد الحملة الصليبية السادسة هزيلا ومخيبا الأمان إذا ما قرن بالمجهود الأوروبي الضخم، فلم تستطع هذه الحملة تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله. هذا كلام صحيح. ماذا قال؟ انظر إلى رؤية إرنست باركر وهو متخصص في البوليتكس، العلوم السياسية. ماذا قال؟ فشلت الحملة الصليبية الثالثة لأنه لم يكن من الممكن لجيش مزقته الخلافات والأهواء أن ينتصر على جيش تحركه الجانب الناحية الدينية بقيادة رجل مثل صلاح الدين. انظر إلى اختلاف المعالجة. فبصراحة واضح تماما أن الجزء الذي كتبه براور لكي يتكلم عن
الحروب الصليبية قبل الدخول في مملكة بيت المقدس، الغزو الصليبي وتأسيس المملكة اللاتينية، هذا جزء يعتبر من أضعف ما في الكتاب. هذه حقيقة. أحيانا يعني انظر مثلا يقول: كانت الدوافع التي حركت الجموع الصليبية للمشاركة في الحملة الشعبية خليطا من حب المغامرة والجشع الدنيوي والتقوى وحب النساء والرغبة الجنسية. القضية لا تفسر هكذا. هو طبعا لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن الحملة الشعبية صحبتها أعمال عنيفة ضد اليهود. نحن لا نؤيد التطهير العرقي لأي دين ولا أي طائفة، ولكن سلوك اليهود أنفسهم أدى لمشكلات. هم تقوقعوا في الجويش كوارتر، الحي اليهودي، الهيئة اليهودية، وعملوا بالربا فأثاروا، وكانت لهم عقائد خاصة بهم فأثاروا ارتياب الناس. فهو يفسر الحملة الشعبية بهذا. الحملة الشعبية فيها جانب نوع من الهوس الديني، هؤلاء البسطاء الذين دفع بهم في آتون الحروب الصليبية. فالقضية ليست فقط حب المغامرة والجشع الدنيا والتقوى وحب النساء والرغم، لا، في عدة جوانب. لكن هو يقول هذا الكلام نتيجة ما صاحب هذه الحملة من مقاومة ضد اليهود. طبعا هو يقول: وحاول الأسقفة في كل الأقاليم الأوروبية حماية الجماعات اليهودية من موجة الاعتداءات والاضطهادات الصليبية. قاسم طبعا، وهو رجل فاهم الأمور كويس، وتلميذه عبد الحافظ البنا، يقول: الاضطهادات الصليبية اليهود. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع انظر قاسم عبده قاسم، الاضطهادات. يشير المؤلف إلى اضطهاد النازي لليهود في العصر الحديث وإعدام اليهود حرقا. حركة معاداة السامية قد أكدت بعض الأبحاث التاريخية الموضوعية زي في هذا الاتهام. وقوف على تفاصيل أحداث الاضطهادات الصليبية. قاسم: الاضطهادات الصليبية اليهود أوروبا، ندوة تاريخ الإسلام والوصية. قاسم كان أول من اهتم بدراسة جويش كرونيكلز، الحولات اليهودية، وكان هذا عاملا أن أقوم أنا بمواصلة الأمر. ما لفت نظري في الكتاب أنه تم ترجمته دون الإحالات المصدرية والمرجعية. كان ممكن أن الكتاب، أنا أترحم طبعا الدكتور عبد الحافظ البنا، إنسان فاضل وخلوق للغاية، وتعاملت معه، و بالفعل من الشخصيات الممتازة، وهو من تلاميذ دكتور قاسم. فكان ممكن أن يترجم الكتاب بالتعليقات والهوامش لحالات الفوت نوتس التي وضعها براور، فكان هذا أكثر فائدة. طبعا أنا ألاحظ أنه يشير إلى ويليام السوري. يقول: يعد ويليام السوري من أبرز مؤرخي العصور الوسطى ومن أشهر مؤرخي الحروب الصليبية. قد اختلف المؤرخون في تحديد نسب هو مولده، ويرى المؤرخ الإنجليزي بيوري أن ويليام السوري قد ولد في عام 1127 في مدينة بيت المقدس، ويرى بعض أنه ولد في 1930. وإن كان تاريخ مولد في المتتبع لأحداث عمره يرى أنه عاش أكثر من نصف قرن من الزمان، صرف الشطر الأخير من عمره طالبا للعلم، سواء في مملكة بيت المقدس الصليبية أو فرنسا وإيطاليا. طبعا مع تقديري الدكتور عبد الحافظ هذا الكلام يحتاج مراجعة. هو لما ينفق الشطر الأخير من عمره طالبا للعلم، سواء في مملكة بيت المقدس الصليبية أو فرنسا وإيطاليا. هو ولد 1128 و1142 1162 كان في الغرب الأوروبي، فلم يطلب العلم بمملكة. ما هي مشكلة مملكة بيت المقدس الصليبية؟ إنها كيان حربي لا يوجد جانب علمي فيه. افتقد الصليبيون السوفت باور. السوفت باور كانت لدى المسلمين. فيشير إلى الشطر الأخير من عمر. هذا كلام يعني يحتاج مراجعة. طبعا يضع بعض التعليقات دكتور عبد الحافظ لتحديد أماكن، لكن بدون شك ترجمة كتاب عدد صفحاته بهذا الشكل 635 صفحة أمر شاق للغاية. أنا في تقديري أن من أهم فصول هذا الكتاب ما يتناوله من الحياة الاقتصادية والتجارة وأعمال الحج والحجاج، و
ما يتسم بالإدارة الصليبية المحلية. هذه نقاط. وطبعا براور اهتم بالسوشيال كلاسز، الوظائف الصليبية والتقسيم الطبقي للمجتمع الصليبي. قيمة عمل براور أنه تناول الوجود الصليبي من الداخل. طبعا هناك نقطة مهمة، أن الكتاب صدر 1973 وهذه الطبعة الأولى عام 2001. نحن بصراحة نتأخر كثيرا في ترجمة مثل هذه الأعمال، وبراور توفي 1990. فالسؤال، هل براور استمر على نفس أفكاره التي صدت 1973 أم أنه طورها إلى أن وصلنا ل 1990؟ هذه نقطة مهمة. أنا أترحم على دكتور قاسم، أترحم على تلميذه عبد الحافظ البنا، وبراور مؤرخ مهم، هذه نقطة مهمة. لكن مشكلته مثل كافة مشكلة المؤرخين الإسرائيليين الذين يكتبون بزاوية دينية ويفتعلون دورا لليهود. بتاكي أفراتس بون اليهودي دخل بيت المقدس فلم يجد فيها إلا يهوديا واحدا، حتى تكون الأمور واضحة. فهذه هي ملاحظاتي على كتاب الاستيطان الصليبي في فلسطين مملكة بيت المقدس، ترجمة الصديق العزيز رحمة الله عليه عبد الحافظ البنا. كان خلوقا وكان إنسانا رائعا، ومن تلاميذ مدرسة جميلة قيمة لأستاذنا الراحل قاسم عبد القاسم. شكرا جزيلا.